خليني اقول لك على عادات يوميه بنعملها كل يوم نبقوا فاكرين ان هي عاديه، بس الصراحه هي مش عاديه. الاصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. وساعات بنبقوا عارفين ومتاكدين بس برضو بنزود فيها. فتعالوا اقول لكم ايه الاخطار، الحاجات اللي بنعملها بنبقوا فاكرينها بسيطه بس هي مش بسيطه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ اول حاجه ان احنا نمسك الموبايل قبل ما ننام. كلنا عارفين ان ماسك الموبايل قبل ما بننام غلط، ولكن هل نعرف يعني ليه اكتر؟ تعالى اقول لك. الموبايل قبل ما بننام او اي موبايل قبل ما بننام بنمسكه في ايدينا بيطلع لون ازرق اللي هو الضوء بتاعه، والضوء ده الدماغ لما بتشوفه بتنخدع، بتفتكر ان احنا لسه في النهار. فبالتالي النتيجه اللي بتحصل، النتيجه ان احنا بيبقى نومنا متقطع وبعديها ما بنعرفش ننام كويس. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا نبعد الموبايل قبل ما ننام ب 30 دقيقه بس. قبل ما تنام بنص ساعه حاول تبعد الموبايل عنك، هتلاقي نفسك النوم فرق معاك جدا. تاني عاده بنستخدمها غلط وهي اعواد الثقاب اللي بنستخدمها، اللي هي القطنه بتاعه الودن، عارفينها؟ الفكره ان احنا بنبقى عايزين ننظف الاذن بتاعتنا من الشمع اللي موجود فيها، ولكن احنا كده مش بننظفه، احنا بنأذي ودنا. ازاي؟ وهي ان النتيجه ان الاعواد دي مش بتطلع الشمع اللي موجود في الاذن، بالعكس هي بتدخله اكتر. فبالتالي احنا كده بنأذي ودنا، لان احنا ربنا قايل لنا سبحانه وتعالى ان الشمع اللي بيطلع من الودان ده بيطلع طبيعي لوحده. يعني كل اللي محتاج اللي تعمله ان انت تسيبه، ما تجيش جنبه، ولما يطلع تنظف ودانك، لكن ما تحاولش تعمل الخطوه دي بدري شويه. اما بقى العاده الثالثه اللي احنا برضو بنعملها وبنكون متاكدين ان هي قد تكون خطر وبرضو بنعملها، وهي ان احنا لما بنيجي ننظف، بالذات طبعا الستات لما بييجوا بينظفوا بيحطوا كذا مذيب او كذا منظف مع بعض، يعني بقى كلور وكلين مع بعض بقى وغسول ومش عارفه ايه. الفكره ان احنا كده بنصنع ماده سامه وماده خانقه لينا، يعني ماده ممكن تسبب لنا احنا الاختناق. فبالتالي النتيجه ان احنا مش بس بننظف البيت، احنا بنأذي جسمنا. فاللي المفروض نعمله ايه؟ الحل اللي احنا بنعمله ان احنا ما نخلطش اي مواد تنظيف مع بعض، نخلي ان احنا بنستعمل كل ماده لوحدها، الا بقى لو احنا عارفين الاستخدامات بتاعه المواد اللي احنا خلطينها مع بعض. اما بقى العاده رقم 4، ما تحاولش تاخد شاور بعد ما تاكل على طول. ده خطر جدا. ليه بقى؟ لان الفكره ان احنا لما ندخل ناخد شاور، الدم كله بينتقل للجلد عشان يحاول يبرده، فلما بيحاول يبرده بيسيب المعده، ما بيبقاش تركيزه ان هو يهضم الطعام اللي في المعده، فده اللي بيتعب المعده جدا وبيخلي ان احنا عندنا سوء هضم وسوء في معدتنا يعني. فكل اللي مطلوب مننا ان احنا نحاول ان احنا ما ناخدش شاور غير بعد الاكل من 30 ل 45 دقيقه، بعدها تقدر تاخد شاور براحتك. والعاده رقم 5 وهي ان احنا بنسخن الخبز بتاعنا يا اما على النار مباشره او بنحطه في كيس بلاستيك او في طبق بلاستيك ونسخنه. اولا تسخينه على النار مباشره غلط جدا. تاني حاجة ان احنا بنحطه في كيس بلاستيك، لا ساعات البلاستيك واوقات كتير البلاستيك ده بيطلع مادة سامة بتتفاعل مع الحرارة، فبيأثر على العيش وبيتنقل للعيش وبيتنقل لينا. فنحاول على قد ما نقدر لو اي حاجة سخنة بلاش نستخدم البلاستيك نهائي، يا اما نستخدم الزجاج يا اما نستخدم بورسلين يا اما نستخدم اي حاجة تكون صالحة للتسخين، ولكن ابعدوا نهائيا عن البلاستيك. اخيرا الاقراص والحبوب اللي بناخدها ما ينفعش ناخدها من غير ما نشرب ميه. حاولوا على قد ما تقدروا. الناس اللي بتبلع كده الحبايه كده وخلاص من غير ميه، مش لازم ميه، دي مش شطاره. الفكره ان انت كده بتأذي جسمك. ليه بقى؟ لان هي ممكن تلتصق في الحلق عندك او تلتصق في الجهاز الهضمي في الجدار بتاع المعده، وبعد كده تسبب لك تقرحات، يكفينا الشر في المعده. فحاول على قد ما تقدر اي علاج هتاخده سواء اقراص او حبوب، حاول ان انت تبلع بعديه كوبايه ميه كامله مش اقل من عارفه ان انت وانت راكب في العربيه جنب حد بيبقى شكلك كول قوي وانت حاطط رجلك على التابلو بتاع العربيه، بس مش هيبقى كول لما بعد الشر يحصل اي حادثه ويحصل اذى كبير في رجليك. بلاش الحركه دي. عارفه ان هي شكلها كول وشكلها حلو جدا، ولكن الفكره ان انت لو اي حادثه او اي بس فرامل اتضربت انت ممكن يحصل لك كسر في رجليك، ممكن يحصل لك كسر في رجليك، او ممكن رجلك تتصاب بالتواء، كسر، يدخل فيها ازاز. فنحاول على قد ما نقدر بلاش الحركه الكول دي نعملها، ودايما خليك رابط حزام الامان وقاعد بوضعيه سليمه في العربيه بتاعتك.
اتمنى تكون العادات دي تكون على قد ما تقدر تكون فادتكم، وتكون شويه نقدر ان احنا نغير من العادات بتاعتنا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي.